رمضان بيغير كل حاجة في يومنا، لكن هل تعرف إن الصيام ممكن يغير صحة أسنانك للأسوأ لو ما أخدتش بالك؟ الصيام مش بس امتناع عن الأكل والشرب، ده تغيير كامل في كيمياء الفم عندك. لما بنصوم إفراز اللعاب بيقل جدا، واللعاب ده هو الدرع الواقي اللي بيغسل أسنانك من البكتيريا ويحمي طبقة المينا، وعشان كده جفاف الفم بالنهار بيخلي البكتيريا تسرح وتمرح. فعشان تعدي رمضان بضحكة سليمة، ركز في الثلاث حاجات اللي هقولك عليهم دلوقتي. أولا، السحور الذكي. قلل الحلويات لان البكتيريا بتنشط عليها طول فتره الصيام، وكمان اللعاب بيكون قليل، فالتسوس بيحصل اسرع بمرتين، يعني بيحصل اسرع الضعف. تاني حاجه تخلي بالك منها وهي خيط الاسنان. رمضان يعني عزومات ولحمه بتتحشر ما بين الاسنان، وبواقي الاكل دي بتكون قنبله موقوته لو ما خرجتش ما بين اسنانك قبل ما تنام. تالت حاجه تخلي بالك منها كويس جدا وهي الميه. اشرب كميات ميه كبيره جدا ما بين الفطار والسحور عشان تحفز الغدد اللعابيه ان هي تفرز لعاب، وبالتالي تحمي اسنانك طول النهار. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم بضحكه منوره. زي ما اتعودنا في اخر كل فيديو هنصلي على النبي، فاللهم صل وسلم على نبينا محمد، وهنعمل لايك وفولو وهنشير الفيديو ده لحبايبنا، نقول لهم كل سنه وانتم طيبين ونعرفهم ازاي يحافظوا على اسنانهم طوال شهر رمضان. وسلام.